السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. انا طبعا بعتذر جدا على ان انا نزلت الفيديو تاني، لان انا طبعا اخدت عليه مخالفة انذار وكده. عشان كان خاطر في موسيقى اتحطت، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اكيد ده في خير ان شاء الله، عشان كده ربنا يعني عمل اصلح يعني. الحمد لله على كل حال، وربنا شايف حاجات احسن الحمد لله، فهو اكيد يعني له حكمة ان هو يحصل لي كده. انا كل اللي بتمنى منكم ان انتوا بقى تساعدوني ان الفيديو ده ان شاء الله ترجع مشاهداته تاني باذن الله، وبيكم باذن الله هتوصل اكتر واكتر، وان شاء الله ربنا هيجبرني في الفيديو ده، لاني انا الصراحة انا مصدومة على الساعات اللي هي راحت مني. لاني والله العظيم والله العظيم والشهر الكريم انا كانت يعني، والله ما عايزه اقول لكم هو كان جايب لي كام ساعه، لان والله العظيم كان جايب لي ساعات جامده جدا. وبسبب الموسيقى وكده كان لازم ان انا امسح الفيديو، دي كانت اكبر صدمة ليا. فانا بستأذنكم معلش ان انتوا تشاهدوا الفيديو تاني، وما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت واشتراك في القناة، وان شاء الله بيكم هوصل وقناتي هتوصلوا. معلش طبعا ان انا بنهج وكده، بس انا الصراحة يعني من ساعة الموقف اللي حصل ده انا بقالي كام يوم وانا نفسيتي زي الزفت، لان والله العظيم انا لو حلفت لكم بايه ان هو كان عليه 550 ساعة انتوا ما كنتوش انتوا مش هتصدقوني. بس والله العظيم والله العظيم هذا حصل، ان هو كان جايب لي الساعات دي. فالحمد لله انا ماليش نصيب فيها، وان شاء الله ربنا اكيد له حكمة في كده. ان شاء الله ربنا هيعمل لي الاصلح ان شاء الله، ولعله خير ان شاء الله. دلوقتي بقى انا اللي هما ما شافوش طبعا الفيديو، انا قلت لكم انا في كنز، لو الحاجه دي في بيتك انت عندك كنز. الكنز ده يا جماعه، انا دلوقتي الاختراع ده جامد جدا والله العظيم. انا جبت عندي، انا كنت بعمل بالشرشوبه وبعمل بالحاجات دي، والبيت عليا عامله زي الفوط دي الحتت. كانت جميله برضو، بس بتسيب فتل وبتسيب حاجات. لا، تعالي بقى جربي معايا المساحه. رشي كده بقى ميه من على الارض كده، من اول الخط ده اللي هو مش عارفه اسمه ايه ده، في الجناب دوت. رشي عليها هينزلك كل التراب اللي في الشقه، والله ما هيسيبلك فتفوته. رشي الميه كده وجري بقى بالمساحه، وشوفي لمعان السيراميك، وشوفي القمر بقى، وده انت والله بيبقى ناقص كده تشوفي نفسك فيه. هنا ده عربيه الفوله هي يا جماعه، ماشي. بس هنا طبعا كانوا عيالي بقى عمالين لعبوا بيها والكلام ده والقدره المهم انا دلوقتي عيالي كانوا مجننيني من ورا الكاميرا، كل شويه بقى اهو، كل شويه انا موتي ان حد يعدي وانا بمسح. ما بحبش، طول ما انا خلاص بدات ايدي في الشقه انا ما بحبش حد يعدي رايح جاي عليا. انا هنا يا جماعه، بص عماله اقول لكم والله العظيم تحفه. انا جايبه اللي هي البتاعه دي اهي، اللي هي بتدعك الارض، الفرشه. بس انا جايباها بيد وكده، عشان ممنوع طبعا ان انا اوطي، ممنوع اشيل تقيل، ممنوع الكلام ده. فطبعا انا كنت قاعده كده مخنوقه شويه. انا والله يا جماعه لما ببقى قاعده مخنوقه اقوم كده اعمل في الشقه، بحس بارتياح كده، وبعديها وببقى زي الفل وجميله كده. جربوا يا جماعه الحاجه دي، اكيد كتير من الستات البيوت وكده بيعملوا الحركه دي، يعني مش انا بس. تبقي مخنوقه قومي اعملي في الشقه تلاقي وكده نفسك بقى ونضفيها، هتلاقي كأنك نفسك والله خرجتي كده وظبطتي التظابيط، واعمليك بقى فنجان نسكافيه كده واشربي وتمزجي. هنا طبعا انا كنت عملت اوضه السفره، وعملت اوضه الاطفال. وكمان خرجت هنا كده على الريسبشن، وبعديها هعمل اوضه النوم. يعني انا اخدت الجزء كله اللي بره كده، وهاخد على الحمام، وبعد كده اضرب بهوشه. لا، العيال الصراحه يجننوا والله العظيم. انا كويس ان انا اصلا كان عندي ربع او ربعين ضاربين اهو، بحدفهم بالحاجه. والله انا جوزي بيقول لي انتي زيك زيهم. يعني انا يعني سوري يعني كده انا عيله، بس انا مش عيله، ده انا جميله وقمر والله، بس هو اللي بيقول كده بقى. فانا اصلا صغيره، انا صغيره على الجواز. انا مش صغيره ولا حاجه يا جماعه، انا 36 سنه يعني. بس انا من جوه نفسي كده هوت ان انا صغيره. بس انا لسه يعني انا كنت انا كان يعني انا في حاجات وكده ما ببقاش يعني بحس ان انا محتاجه كأم توجهني كده، يعني ربنا يرحمها وكده. بس فما علينا عشان ما نخش في مود النكد وكده.
فوالله يا جماعه جربوا المساحه دي، سحر والله. وحطوا بس شويه جنرال كده، اللي ما عندهوش يجيب كيس، في اكياس، هاتي كيس وكده، وهاتي شويه دوني وحطيهم، وشوفي الروقان بقى، وشوفي الروقان. انا هنا طول ما ابو مروان مش موجود وكده بيبقى المود بتاعي طبعا متغير، عشان انا مش انا كشريهان وكده مش بحب القعده لوحدي. انا عيالي يعني عاملين لي 3/4 تخلف يعني، جابوا لي يعني، انا خلاص انا كنت ربع او ربعين، فالحمد لله انا بقى خلاص ضاعت مني وراحت مني خلاص. فربنا يحفظهم يعني ويخليهم لي ويخليكم اولادكم. فيعني كده انا بفضفض معاكم يا جماعه، والله بفضفض. فدلوقتي ايه ما بيكونش موجود بقى ابو مروان، رغم ان هو ايه يعني وجوده ممكن احنا زي اي بيت عادي يعني بتحصل مشادات ونشد والكلام ده، بس وجوده الصراحه نعمه في البيت. انا بحب ان هو يبقى موجود معايا، مش بحب ان هو يسافر، لان بنقعد ايه يعني بتكلم معاه وبيتكلم معايا. الراجل يا جماعه وجوده والله نعمه، بغض النظر عن المشاكل اللي بتحصل والكلام ده كله. بس كان في مثل زمان مش فاكره يعني، انا كنت عماله افتكر فيه وكده ان هو نارهم ولا خلو دارهم. صح يا شيرين؟ ان شاء الله باذن الله هو كده. كانت جدتي وكده مامة بابا وكده كانت بتقعد تقوله، وماما برضو كانت بتقعد تقولهن. وفعلا يا جماعة والله العظيم المثل ده فعلا حقيقي. يعني انا جوزي ما كان موجود هنا، ما كانش لسه بيسافر وكده، كنت بحس ايه عادي بقى، وكل شويه نتخانق ومش عارف ايه، واقول ده امتى ينزل، ده امتى مش عارف ايه والكلام ده. بعد ما هو سافر الصراحه لا، انا يرجع بقى ويعمل اللي هو عايز يعمله، بس يبقى موجود معايا. بس الحمد لله ربنا يجيبه بالسلامه يا رب، ويوسع رزقه هو وكل الرجاله يا رب، وما يكسر راجل يا رب ابدا، ويكرمهم يا رب ويرزقهم برزق ولادهم. انا يا جماعه كنت خلاص ايه شطبت وكده. انا شديت الحمام بالمساحه وكده، بعد ايه بعد ما انا هفرش والكلام ده كله، انا هخش بقى ادعك الحمام. هنا كنت عامله ايه فرش رمضان، بس انا كنت لسه ناقص ايه ان انا احط له الشراشيب اللي هي الشيفون. فايه هفرشه كده بقى، وهظبط النور وهنجيب الطبلة دلوقتي ونطبل ونهيص وايه، وشرهان دي بقت واحدة تاني. فيا رب الفيديو يعجبكم يا جماعة، ولو وصلتوا لغاية كده يا رب ان شاء الله تكونوا حطيتوا اللايك وسبتولي كومنت كده يواسيني في اللي انا فيه. وشكرا جدا لكل اللي بيشاهد فيديوهاتي للاخر، وكل اللي بيعلق لي، كل اللي بيعمل لي كومنت، كل اللي بيعمل لي لايك. ربنا ما يحرمنيش منكم ويخليكم ليا احسن ناس في الدنيا بجد. يعني انا ما تعرفوش كمية الفرحة لما يجيلي اشعار بالتعليق او لايك، ببقى مبسوطة جدا بصراحة. هنا طبعا انا ولادي طبعا بعد اللي هم كانوا بيعملوه ببعض هتلاقوا متشردين، وطبعا زي ما انتوا عارفين آه يعني انا بقول لكم ان ايس بنتي عندها حبة كده ما بتحبش تسرح، يعني بتسرح بالضرب والكلام ده. انا هنا طبعا ضربتها، يعني زعقت لها وكده، هي دخلت بقى جوه، هتيجي تاني دلوقتي هتتحجب هتتحجب دلوقتي. هنا بفرش الحافظة دي بصراحة بتبقى جميلة، يا دوبك بشيلها واغسلها واحطها، وانا جايبة شوية حاجات للعيد يا جماعة والله العظيم تحفة، ان شاء الله هعمل لكم بيها فيديو. حافظات جبلان رخيصة والله يا جماعة مش قادرة اقول لكم. هتاخدوا بعضكم كده وتجروا تجروا تشتروها، بس يا رب ان شاء الله باذن الله تلحقوها. انا جبتها وكده، وبعد ما جبتها لسه اختي والله راحت عشان تجيب، يعني يا رب ان شاء الله هي الحمد لله لقيت، بس ما لقيتش الايه كانت هي عايزه اتنين شبه بعض والكلام ده زي ما احنا بنجيب. طبعا طالما ريسبشن وكده بتخليه موحد يعني. آه فهي ما لقيتش وكده، فجابت واحده كبيره وواحده صغيره، وفرش الانتريه وحاجات بقى عظمه على رأي ايس. فان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو برضو ان شاء الله بالحاجات اللي انا جبتها علشان العيد، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. ولا الستاير تحفه والله يا جماعه، واسعار جميله. هنا طبعا ايه ميمون القرد هو مروان بيقول لكم ده مجنون. هنا يا حبيبي مروان برضو ايه تعبان معايا الصراحه، بيشيل معايا وبيعمل معايا. هنا قلت لهم تعالوا بقى شويه نهيص كده نفك شويه. هنا ايه انا اهو هنطبل بقى، ودي اديله بقى. يا رب يفرحكم يا رب ويسعدكم ويسعد ايامكم، ويبعد عننا الشيطان. انتوا واخدين بالكم من النور؟ اكيد واخدين. القماش ده الخداديات دي زفت يا جماعه، محدش يجيب القماش اللي هو اللي هو من الناحيه التانية ده بينسل، مش حلو يا جماعه. انا مسافه ما حطيت الخداديات جواها
ابتدت تتقطع من الجناب. فانا هفكها وانا هعمل ايه قماش في الظهر غير القماش اللي هو موجود فيها. ربنا يا رب يسعد ايامكم ويحفظكم ويخليكم اولادكم، وما تنسوش تدعموني بالله كل اشتراك في القناة، وان شاء الله بيكم هوصل، وربنا يكبر بخاطركم ويخليكم ليا وان شاء الله اللي محتاج اي حاجه ان انا اصورها لكم او اعملها لكم يا جماعه يا ريت تقولوا لي، ما تبخلوش عليا بالمعلومه. وان شاء الله الفيديو اللي نزل يا جماعه والله العظيم فعلا انت ممكن تروحي وبتاخدي اي شغل والكلام ده كله وتوزعيه وبتاخدي انتي فلوسه. فيا رب ان شاء الله تكون فيديوهاتي بتعجبكم وتكون هادفه وبوصل لكم معلومه. هنا بوريكم بصوا يا جماعه، انا هنا اهو مسحه يعني مظبطه، وادي الصاله وادي ايسن، تاخد بروتة كده شويه بتوريكم نفسها. وهنا انا كده تمام خلصت، وهرش المعطر بتاعنا ونطفي. وبحبكم جدا يا احسن ناس الدنيا، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.